شهد المدخل الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرق سوريا حالة من التوتر بين القوات الأمريكية والروسية بعد أن قامت القوات الأمريكية اليوم بإيقاف مدرعتين روسيتين في الحقول النفطية بمنطقة رميلان. فردت القوات الروسية بمنع القوات الأمريكية من دخول مدينة القامشلي هنا في شرق المدينة. استخدمت القوات الروسية تعزيزات عسكرية من مطار القامشلي، كذلك قامت القوات الأمريكية باستخدام أكثر من 15 مدرعة عسكرية من نقاطها العسكرية في منطقة رميلان. قرابة نصف ساعة كانت القوات الأمريكية والروسية هنا في شرق مدينة القامشلي وجها لوجه. قبل قليل فقط يبدو أنه بعد إجراء اتصالات بين قيادة الطرفين انسحبت القوات الروسية إلى قاعدتها العسكرية في مطار مدينة القامشلي. الآن القوات الأمريكية لا تزال مرابطة هنا في المدخل الشرقي بمدينة قامشلو. القوات الروسية انسحبت. يبدو أنه حدث تفاهم بين الطرفين من أجل عدم التصعيد بينهما هنا في شمال شرق سوريا. هذه ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها القوات الأمريكية والروسية في مناطق شمال شرق سوريا، وبشكل خاص على الطريق الدولي M4 في مناطق حقول النفط في منطقة رميلان وديريك، وكذلك في منطقة تل تمر. بالرغم من تأكيد الطرفين مرارا بأنه هناك تنسيق بينهما في المنطقة، ولكن على ما يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية ورغم أنها أخلت بعض نقاطها عقب الهجوم التركي على مناطق رأس العين وطل أبيض، إلا أنها تريد إيصال رسالة للقوات الروسية بأن المنطقة لا تزال منطقة نفوذ أمريكية بالرغم من التواجد والانتشار الروسي في هذه المنطقة بعد الاتفاق الروسي التركي. الآن القوات الأمريكية لا تزال منتشرة هنا بالرغم من انسحاب القوات الروسية باتجاه مطار مدينة القامشلي. لم يحدث هناك أي حالة من الاشتباكات أو التصعيد بين الطرفين اليوم، كان هناك فقط سد للطريق من الجانبين. منعت القوات الأمريكية بداية القوات الروسية من الوصول إلى مناطق حقول النفط، فردت القوات الروسية بمنع الدورية الأمريكية من الوصول إلى مدينة القامشلي. كنت أنا إيفان حسيب معكم اليوم من شرق مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.